لو اشتريت العربيه دي او اي عربيه كهرباء من عند الجمصي اوتو جروب هتاخد سنتين ضمان على العربيه، وكمان هيركب لك نقطه شحن في بيتك مجانا، وده افضل سعر العربيه كهرباء بالفخامه وجوده الخامات دي. والعربيه دي هي العربيه الكهرباء الوحيده اللي تصميمها قريب لقلبي، وكمان بمساحات داخليه واسعه جدا، وبمدى شحن يمشيك 662 كيلو متر في الشحنه الواحده. بي واي دي سونج ال افخم عربيه كهرباء بسعر مناسب. بي واي دي سونج ال بتيجي بموتور واحد دفع خلفي بيطلع 313 حصان و360 نيوتن متر مع سرعه قصوى 201 كيلو متر في الساعه، وتحت الكبوت في شنطه اماميه بمساحه 48 لتر، جنوط رياضيه مقاس 20 انش مع كاوتش مقاس 265 على 45، اعرض شويه من اللي قدام لان الموتور هنا بيكون على العجله اللي ورا، مع الكتريك تيل خلفي صغير بيزود تماسك العربيه على الارض على السرعات العاليه. ودي نقطه الشحن اللي بتركبها في البيت عشان تشحن براحتك. مساحه الكنبه الخلفيه هنا كبيره بزياده، انا 178 سم، مساحه رجلي كويسه جدا، ومساحه السقف عاليه جدا، وكمان بتحرك رجلك تحت الكرسي براحتك. كراسي فخمه جدا مع مساند للراس مدمجه في الكراسي بشكل رياضي، والكراسي كلها كهرباء وفيها تبريد وتسخين، والمساج بتاعها من القطنيه لحد الرقبه حلو جدا وهيفرق معاك لو في مشوار طويل. والامبنت رايتس هنا بتكون تفاعليه بتشتغل مع المزيكا، مع بطاريه بليد باتري 87.4 بتمشيك 662 كيلو متر في الشحنه، بس ده حسب اختبارات CLTC الصينيه الاستهلاك الخفيف. مع الاستهلاك العادي او الاعلى من كده المدى ده بيقل معاك طبعا. فوانيس اماميه باضاءه LED في الواطي والعالي وكمان الاشارات، والمقابض مسطحه مع جسم العربيه وبتخرج لما تفتح. سبويلر رياضي باللون الاسود حجمه ضخم وفي نصه نور الستوب. شنطه بمساحه 435 لتر، مساحه محترمه جدا، مع مخرج 220 فولت وسماعات وساب ووفر وساوند سيستم 12 سماعه من داين اوديو. ورا هنا شاشه ديجيتال للتحكم في التكييف تاتش بزوم منفصله، وتحت بيكون في مخرج USB وتايب سي. وهنا في كاميرا سيلفي علشان العربيه فيها تصوير زي الموبايل، ممكن تصور قدام العربيه او تصور سيلفي بجوده عاليه جدا. دركسيون العربيه خامته من الجلد ومن تحت دي كات. على اليمين في التحكم في الاوامر الصوتيه والمالتي ميديا، وعلى الشمال في التحكم في كل انظمه القياده والادابتيف كروز كنترول، واللوجو بتاع اسم العربيه في نص الدركسيون. نظام التعليق الامامي في العربيه دي ماكفيرسون، والخلفي مالتي لينك علشان يدي راحه اكتر للي قاعد جوه الصالون. والعربيه هنا نظام التعليق بتاعها موزون جدا، مش ناشف ولا طري، وسبليتر امامي جلوس بلاك مع رادار امامي وكاميرات اماميه. والاكسدام فيه شكل فتحات تهويه كبيره بس مش حقيقيه وعلى الجنبين، وقطع جلوس بلاك شكلها رياضي فيها الكاميرا الجانبيه، وفتحات تهويه حقيقيه عشان تبرد الفرامل الاماميه. بيبان فريملس مع ازاز دبل عشان عزل الصوت. فوانيس خلفيه بتصميم مميز جدا مع لايت بار على ظهر العربيه كلها، وممكن تتني الكنبه الخلفيه علشان المساحات تبقى اكبر من كده بكتير. وتحت هنا الكابل بتاع الشحن والكابل بتاع الV2L اللي بيخرج لك مشترك توصل عليه اي جهاز. وعلى الجناب هنا بيكون الاضاءه LED عشان السقف البانوراما، وهنا في مسند وسطي فيه 2 كاب هولدرز. وخامات الكنبه الخلفيه هنا من الجلد البريميوم وفيها فتحات للتهويه والتسخين. ناقل الحركه شكله مميز جدا بتصميم مختلف، وفوق هنا زرار الباركنج، وعلى شماله بيكون زرار الستارت ستوب، وهنا الاوتو بارك، وده الاوتو هولد، وده الزرار بتاع الراجع بتاع البطاريه الباتري ريتيرن، وهنا زرار الانتظار، ده الدرايف مودز، التحكم في التكييف والتحكم في المالتي ميديا. وزن العربيه هنا 2 طن 226 كيلو، بتتسارع من 0 ل 100 في 6 ثواني فاصلة 9. بس تعالوا نعمل مع بعض تجربه تسارع ونشوفها بتوصل من 0 ل 100 في قد ايه. ابواب جلد بخامات ممتازه مع امبنت لايتس، وهنا الزرار اللي بتفتح منه الباب او من المقبض اللي تحت ده. وهنا تقدر تجيب جسم العربيه وتتحكم في كل حاجه، تفتح الازاز بتاع العربيه او تقفله بضغطه واحده او تفتحه بضغطه واحده. ومن هنا بتقدر تغير اللون بتاع العربيه على السكرين مش اللون اللي بره. وهنا بتقدر تفتح السبويلر او تقفله. وهنا التحكم في الكراسي، تحكم في التبريد والتسخين والمساج. وتحت الشاشه في 3 اماكن بتحط فيهم معطرات للتكييف. وهنا فتحات التكييف وتحتها مكان تخزين فيه شاحن وايرلس 50 واط وفي تبريد للموبايل. وهنا مكان الاثنين كاب هولدر فيهم اضاءه محيطه، ولما تفتح المسند هتلاقي مساحه تخزين كبيره جدا. بالنسبه للامان العربيه دي واخده 5 نجوم امان في اختبارات اليورو NCAP الاوروبيه، فيها 7 اير باجز، وفيها نظام اداس لمساعده اللي سايق، وفيها كل انظمه الامان والفرامل اللي تتخيلها. كاميرا في القائم الامامي قدامك بتراقبك علشان تحذرك لو انت مرهق وعايز تنام. مرايه وسطيه فريملس وفيها تعتيم ذاتي. والشماسات هنا بيكون لونها اسود زي السقف بتاع العربيه، وبيكون فيها اضاءه ليد مع ليزر لايدر امامي، وكمان داش كام اماميه وحساسات. وعزل الصوت بتاع العربيه هنا ممتاز جدا، ده بسبب جوده الخامات اللي في العربيه في كل تفصيله، وكمان بسبب الازاز الدبل اللي بيكون قدام. مرايات جانبيه فيها تسخين وبلايند سبوت وكاميرات 360 وNFC. والعربيه فيها امبنت لايتس ب 64 لون باضاءه قويه جدا وواضحه في كل الاماكن. شاشه العدادات بمقاس 10 وربع بوصه، وفيها كل المعلومات الخاصه بالسواقه والدرايفنج مودز. العربيه دي او اي عربيه كهرباء عايزها هتلاقيها عند جي اوتو على وصل الدهشور في الشيخ زايد. لو عايز تستفسر عن العربيه دي ابعت لهم على رسائل الصفحه ويردوا عليك على طول. انا ماجد جاد وبحاول افرجك على العربيات بطريقه سهله. لو عايز تشوفني مره ثانيه يا ريت تعمل لي فولو. سلام.